السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي وصفة الدجاج الصيني، وهي وصفة صينية بحتة. هي تتكون من الدجاج والخضار، تنجم تكون وجبة عشاء، وجبة غدا، تتقدم مع رز ولا معكرونة ولا خبز على حسب ذوقكم. إن شاء الله باكتب لكم مكونات الوصفة في صندوق الوصف. أول شي ناخدو صدر دجاج، نجيبو فيليه دجاج ونقصوه مكعبات. نتبلو الدجاج بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر والملح. بعدين نجيبو ملعقتين نشا ونخلطوهم في الدجاج، ونحاولوا ندخلوا النشا لكافة الدجاج. بعد ما نتأكد اللي الدجاج تغطى بالنشا بالكامل، ناخدو زيت ذرة ونسخنوه لين يحمى، وعلى طول ننزلوه على الزيت الحامي. لما نعمل هذه الخطوة يعني اللي هو بالنشا، على طول ننزلوه في الزيت عشان ما يصير معايا مرطب. توا باش نبدأ تقليب خفيف حتى لين يتحمر كله على الجهات، ونقعدوا نحمروه. وعلى فكرة لازم يستوي بالكامل، لازم يطيب بالكامل، ما نخليهوش ناقص طبق. مادام الدجاج بتاعنا قاعد يطيب، نتنقلوا للقصان الخضار بتاعنا. اول شيء جبت بصلة وقصيتها قطع متوسطة. بعدين جبت فلفل الأصفر وقصيته قطع صغيرة. بعدين نجيبوا الفلفل الأخضر اللي هو الحار. الوصفة هذه تجي حارة، ميزتها أنها تكون محرحرة. تقصوا قطع صغيرة طبعا. بعد ذلك جبنا اليقطين القرع وقصيناه زي ما تشوفوا. لازم يكون شوية يعني رقيق. نتبلوهم بالفلفل الأسود والملح والنشا. حطيت زي ما تشوفوا المشروم، حطيت القطانية اللي هي الذرة. طبعا نجيبوا الطنجرة بتاعنا ونحطوا فيها كمية زيت صغيرة، وننزلوا الخضار كلها اللي كنا تبلناها وحطينا فيها نشا، ننزلوها ونقعدوا نشوحوا فيها بشوي بشوية حتى لين تاخو شوية طبخ. على فكرة الخضار مش مطلوب منها انها يعني تنطبخ، مجرد تشويح لانها تبقى شوية نية، يعني تكون ناقصة طياب.
من جهة أخرى نجي نحضر الصوص تبع الخضروات اللي هي مركزة على الصويا صوص، الزنجبيل والثوم، الهريس الحارة، الصوص الحارة مكتوب عليها جدا، الخل، الكيتشوب، وخلطوهم. نحطوا شوية ماء ممكن 3 معالق وخلطوهم. نحطوا كمية سمسم. نجيو لك الدجاج اللي طيبناه في الأول ونحطوا ننزلوه على الخضار. طبعا بعد ما ننزلوه على الخضار باش نحطوا الصوص اللي حضرناها قبل شوي، وهذه حاجة اختيارية بس لأنها تغير الطعم تردوا حقيقة رهيب، اللي هي ملعقة من العسل. هي ميزة الأكلات الصينية أكثريها تكون فيها العسل وفيها السمسم، على هذا تكون مختلفة على النكهة العادية اللي نعرفوها. على فكرة ما بين حطينا الخضار في الزيت يعني طبخناها وما بين حطينا الدجاج والصوص ما فاتتش 5 دقائق، ميلزمش تفوت أكثر من 5 دقائق لأن الخضار لازم تقعد ماسكة نفسها يعني. أنا خيرت إني نحط معاها الرز، في ناس تحط معاها المكرونة تحط، وفي ناس حتى تاكل بالخبز يعني الصوص. وهذه طبختنا خلصت، تزينوها بالطريقة اللي تحبوها، صراحة روعة في المذاق، شي مميز وحتى تغيير، عرفتوا حتى لصغاركم تحبوا تاكلوهم من الخضار فرصة انهم ياكلوا حاجة صحية زي هذه. يعطيكم الصحة، وصلتوا بينا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك، تعليقات والاشتراك في القناة. شكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.